اخبار 100 100 في الكره المصريه فضلا وليس امرا، دعمني باللايك وبالمتابعه، واخبار ناريه بعد القمه ال 125. يلا بينا. الليله يا صديقي كانت ليله كهربا ومحمد شريف، ومحمد شريف المخيف رجع للتهديف، ودي اكتر حاجه ساعده جماهير النادي الاهلي، وان كهربا سجل في الزمالك. ومارسيل كولر في المؤتمر الصحفي يا صديقي بيقول لك ان دام كسبت الزمالك 3 يبقى الغيابات ما اثرتش فيك. واليو ديانج خد رجل المباراه ويستاهلها، بس انا من وجهه نظري حمدي فتحي اللي عمله في المباراه دي ما عملهوش صانع العاب. وانا قلت لكم قبل كده يا جدعان، محمد هاني لما بيقرب كاس العالم للانديه بيتحول شخص تاني. كل الاهلاويه كانوا مبسوطين ان محمد شريف سجل الهدف رقم 50 وكان محضر التيشيرت، ودي كانت حاجه غريبه. بس اللي اغرب من كده يا صديقي، هدافين القمه كان عماد متعب ومحمد شريف، في اقل من 3 سنين بقى جايب 6 اهداف وبقى من هدافين القمه. مستشار مرتضى منصور بعد الماتش مباشره طلع وقال ان في اجتماع طارئ الساعه 11، وبعدين الاجتماع اتاجل لبكره. وامير مرتضى المشرف العام على